حسن هو القرآن حين أتانا، ملأ القلوب بيانه يتلالى، تشلى به الأحزان طوعا إنه يدعو لجنات النعيم مآلا، في نهضة جمعت مفاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أيها الفضلاء، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينبه إلى بعض القضايا الاجتماعية. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يكونوا متآخين متوادين متعاونين، ومن هذه الأخوة التي ينبغي ويجب أن تحقق الأخوة بين الجيران، أن يحسن الجار إلى جاره، أن يكرم الجار جاره، أن يكون المتجاورون من المسلمين أن يكونوا متآلفين متعاونين متكاتفين. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، هؤلاء كلهم من يجاورهم الإنسان، من يكونون جيرانا له، سواء كانوا من ذوي قرباه من أقربائه أو كانوا بعيدين عنه، أو كان مجاورا لك في المجلس، يكون قريبا لك في المجلس أو في سفرك، فهؤلاء كلهم جيران. أيها الفضلاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالإحسان إلى الجار وينهى عن إذاية الجيران. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي رواية لمسلم: فليحسن إلى جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر، من هو يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره شروره، من يوصل الشر إلى جاره، من يؤذي جاره لا يؤذي جاره. إذاية الجار هذا من الشر. من الإحسان إلى الجار أن تعين جارك، أن تعينه في أي أمر يريده، في أي شيء يريد أن يفعله في بيته تعينه في ذلك. من الإحسان إلى الجار أن تقرضه إذا استقرضك، إذا كان بحاجة إلى القرض أن تسلفه. من الإحسان إلى الجار أن تعوده إذا مرض ولا تتركه وحده مع المرض، فالجار يتأكد حقه على حق المسلم الآخر، فالجار لابد أن يعاد إذا مرض. وكذلك إذا كان في فرح أن يقف معه وأن يفرح معه، إذا كان في ترح في قرح في حزن ينبغي كذلك أن يكون معه وأن يعزيه إذا ما وقعت له مصيبة. فالإحسان إلى الجار هذا من الخيرات العظيمة التي يكرم بها الإنسان، بل إن من سعادة المرء كما يقول صلى الله عليه وسلم: من سعادة الإنسان ذكر المركب الهنيء والمسكن الواسع وكذلك الجار الصالح. الجار الصالح هذا من سعادة المرء أن يكرمك الله بجيران صالحين. لذلك الإنسان كما يقولون: الجار قبل الدار، يختار جاره قبل أن يختار داره. يريد أن يشتري دارا لينظر من هم مجاورون لتلك الدار، هل هم أناس صالحون أم هم أناس مؤذون فاسدون، فتغلو الديار بجيرانها وترخص بجيرانها. إذا كانت دار مجاورة للصالحين هذا مما يزيد من مقامها ومن مكانتها ومن قيمتها. أما إذا كان جيرانها سيئون فإن هذه الدار يهرب منها الإنسان، يبيعها ولو بشيء بخس ولو بثمن بخس. فالجار قبل الدار، يحرص الإنسان على أن يختار جيرانه كما يختار داره، وكذلك أن يكون هو جارا صالحا لجيرانه فيتجنب إذايتهم. إذاية الجار هذا يؤدي إلى النار، قال: هي في النار التي كانت تؤذي جيرانها. الإذاية من إذاية الجار أن يرمي الإنسان القمامة بجنب جاره أو أمام بيت جاره. من إذاية الجار أن يغيظ جاره بما عنده من المال، أن يترك ابنه يخرج بالأكل وجاره فقير بجنبه لا يستطيع أن يأكل مثل ذلك الأكل، فيغيظ ابنك ابن جيرانك بأكله. فهذا لا ينبغي. بل كان صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر،
إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يا أبا ذر، إذا صنعت مرقة، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، اعطي لجيرانك، قسم على جيرانك. فينبغي الإنسان أن لا يغيظ أبناء جاره وأن لا يغيظ الفقراء من جيرانه بما عنده من الخير وما عنده من الأكل الذي لا يجده الجيران، إما أن يستر ما عنده وإما أن يعطيهم، وهذا الأفضل أن تعاهدهم وأن يعطي جيرانه وأن يعطي أبناء جيرانه، فيكون ناشرا للخير، ناشرا للبسمة بين الناس، بين الجيران، فيكون محبوبا عند الناس ومحبوبا عند الله سبحانه وتعالى، محبوبا عند الجيران، محبوبا عند المؤمنين، ومحبوبا عند رب العالمين عز وجل. فإذاية الجار من الإذاية كما ذكرت رمي القمامة، من الإذاية التي يقع فيها بعض الناس أن يرفعوا أصواتهم أو يرفعوا أصوات الآلات التي عندهم، صوت التلفزيون أو صوت المذياع يرفعها في بيته بحيث تؤذي جاره، يصل الصوت إلى الجار. فينبغي للإنسان أن يخفض الصوت لما يكون في بيته ولا يتركه يصل إلى جاره. هذا من الإذاية. من الإذاية كذلك أن يعني تستطيع عليه بالبناء حتى تمنع عنه الهواء كما جاء في بعض الآثار. هذه بعض الإذايات التي تقع من الناس لجيرانهم، فينبغي للإنسان أن يحسن إلى جاره لا أن يسيء إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فننتبه إلى قول الله سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه، أو قول الله سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن هو القرآن حين أتانا